السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد غياب طويل كنرجع لكم في قناتي قناة أمينة الخالدي. هاد المرة جبت لكم لي غاليط اللي الصراحة زوينين هشاشين وبنان وساهلين وما كياخدوش وقت بزاف، كيصلحوا للكوتي الدراري. النتيجة رائعة والوقت سريع، يعني كاع المواصفات ديال الحاجة الزوينة مجموعة فيهم. على بركة الله غنبدا معكم إن شاء الله الوصفة اللي كتشوفوا معايا. غنحتاجوا فيها جوج ديال البيضات غيكونوا بالحجم الكبير، الا ما كانوش كبارين نديروا 3 صغار. غادي ندير جوج ديال الساشيات ديال الفاني، يمكن لكم تنسموا بقشور الحامض او الليمون على حسب الرغبه. غنحتاجوا جوج ديال الخمارات، غنحتاجوا كذلك كاس ديال السكر سنيده، وغنحتاجوا كاس ديال زيت المائده. عندي هنا 4 كاس ديال الزنجلان مخلص الزنجلان، وشويش ديال الكركاع الا توفر، ما توفرش ما كاينلاش. غنحتاجوا معلقه كبيره ديال النافع. انا كنفضل النافع يكون شويه مطحون، ما كنبغيش حبيبات يكونوا صاينين. غنحتاجو تقريبا 500 غرام ديال الدقيق اولا على حساب اللي غادي يجمع لنا الخليط. على بركه الله. بالنسبه للكاس اللي عبرنا به كيف العاده هو كاس ديال العنبه. اول حاجه غنديرو هي غادي نخلطوا البيض ديالنا مع السكر سنيده ومع جوج ساشيات ديال الفاني. كيف ما قلت لكم بالنسبه للتنسيم، انا هنايا درت تنسيمه بلديه او اللي فيها كيف ما شفتوا معايا الزنجلان والنافع. كتعجبني هاد اللوغو هذا، كيعجبني بزاف. يمكن لكم كيف ما قلت ديروا قشور ديال الحامض حتى هما كيعطيو واحد النسمه زوينه، اولا قشور ديال التشين، اولا يعني تقتصروا على الفاني بوحديتو. هنا كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. كنخلطوا الخليط ديال السكر سنيده مع البيض ومع السكر فاني، كنخلطوه حتى كيتفتح اللون ديالو. بالنسبه لهاد لي غاليط هادو كيف ما قلت لكم راه ما كيحتاجوش وقت بزاف في الخدمه ديالهم، ساهلين ما كياخذوش بزاف ديال الوقت وما فيهمش تماره. غادي نضيفوا الكاس ديال الزيت، غنخلطوا مزيان. في هذه المرحله هذه غنشعلوا الفران باش نخليوه يسخن. انا كنشعل الفران على 180 درجه يسخن مزيان باش ملي نبغيو نديرو الكريط عاد ديك الساعه غنقصوا عليه العافيه. غنخلطوا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الزيت حتى اندمجات مع الخليط ديال البيض والسكر. من بعد غادي نضيف ليهم ملعقه ديال النافع كيف ما قلت هي. كيف ما قلت لكم انا النافع كنفضل يكون شويه مهرمش، يعني كندوزو في مقله غير باش كيسخن، وكندوزو في الطحان ديال العطريه غير واحد الشويش، وكنضيف معلقه كبيره كيف ما قلت لكم. غادي نضيف كذلك داك 4 كاس ديال الزنجلان اللي محمر، مع شويش ديال الكركاع حتى هو يفضل انكم دوزوهم بجوج في مقله، باش المهم باش ما كيكونوش لاويين. ضفت كذلك قبصه ديال الملح، نسيت ما قلتها لكمش مع المقادير في الاول. غنخلطوا العناصر مزيان ومن بعد غنضيفوا الدقيق بالتدريج شويه بشويه كيف ما قلت لكم. بالنسبه للعجينه اولا القوام ديالها، خصنا نتحصلوا على عجينه القوام ديالها داير بحال القوام ديال الفقاص، يعني باش نجربوها ملي نساليو ونجمعوها نكوروها ونحطوها على جنب واحد الشويش، نشوفوها خصها ما خصهاش تحل، يعني خصها تبقى محافظه على القوام ديالها. هنا الدقيق زدتيه جوج ساشيات ديال اولا جوج خمارات ديال 8 غرام، وكنبداو نضيفو كيف ما قلت لكم الدقيق بالتدريج. في الاول كنت كنخلط بالفويه، من بعد نخلطو بيدينا باش نتحكموا اكثر في العجين، وكيف ما قلت لكم نحسوا بالقوام اللي بغينا نوصلوا ليه. غادي نخلطوا هاد العجينه مزيان حتى نجمعوها، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا باقي الوصفه. في هذه المرحله كيف ما كتشوفوا معايا زدت الدقيق. بالنسبه لي كيف ما قلت لكم في الاول بس 500 غرام ديال الدقيق، بقات لي منها تقريبا واحد المعلقه او جوج معالق كبارين، يعني كيبقى على حسب النوع ديال الدقيق اللي كنستعملو. هنايا كنجمع العجين بيديه، كنحاول ما امكن كيف ما قلت لكم العجينه ما تكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما تكونش جاريه. باش نقرب لكم اكثر كيف ما قلت انها تكون بحال العجينه ديال الفقاص. كنجمعوا العجينه ديالنا كنخليوها
كيف ما قلت على جنب، بما كنوجدوا اللاطه اللي غادي ندخلوا الفران. يمكن لكم بالنسبه للاطه تفرشوها بورق الزبده، اولا كتكتفوا بانكم دهنوها بالزيت، راه العجين ما كيلتصقش. بالنسبة للكمية على حسب الحجم اللي كتصوبوا نتوما، الكمية أنا عطات لي واحد الكمية اللي مزيانة، حيت درت أحجام صغيرة أولا متوسطة بالنسبة لوجدتهم الوليدات باش يبقاو يديو معاهم ليكول. بحال غوتي ولا من الأحسن يعني حاجة اللي صوبتيها في الدار أحسن من أنكم تاخدوا لهم دي بسكوي ديال الزنقة، راكم عارفين المواد الحافظة إلى آخره، يعني يُفضّل أن الإنسان شحال ما صوب الحاجة بيديه وعرف شنو دار فيها كان أحسن. نستمروا بنفس الطريقة كيف ما قلت لكم. العجين ما كيحتاجش أنه يتعجن، مجرد أنه يتجمع وما يبقاش الدقيق كيبان. صافي من بعد غنبداو نشكلوه، وأثناء التشكيل ديالو غنبداو ندهنو يدينا بشويش ديال الزيت ونشكلو باش ما تلصقناش العجينة في يدينا، وتساعدنا حتى في التشكيل ديالها. كنكوروها عادي بحال الغريبات اللي كنصوبو، الغريبة العادية كنكوروها وكنحاولوا أننا نضغطوا عليها من الجناب والوسط يبقى طالع، يعني ما نضغطوش عليها تكون كلها متساوية، الوسط كيبقى شوية يعني طالع، والجناب هما اللي كنضغطوا عليهم باش كنهبطوهم. صافي كنستمر على نفس الطريقة حتى كنكمل الكمية ديال العجينة اللي عندي كاملة. أنا كيف ما قلت لكم خرجت لي جوج ديال لاطات. من بعد غادي نجيبو كنحرق يمكن المراحل ولكن نتوما غتشوفوا معايا. من بعد ما كنكورو العجينة كاملة غنشكلوها وغادي نستوها في اللاطة. كيف ما قلت الفران راه سخون. ملي غنساليو التشكيل ديال الغريبات أو لي غاليط ديالنا غادي نهبطو درجة ديال الحرارة ديال الفرن ل150 درجة. اللاطة غتكون قريبة يعني ما غتكونش لتحت، غتكون الوسط ديال الفران. نحاولوا أنها تكون بعيدة على العافية ونخليوهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيتحمروا من التحت، عاد كنشعلوا لهم العافية من الفوق. هنايا خديت صفر ديال البيضة غادي ندهن به لي غاليط ديالنا من الفوق. بالنسبة لصفر البيض أنا خلطت معاه هنايا واحد نص معلقة صغيرة ديال الكاكاو. يمكن لكم ديروا الكاكاو أولا نسكافيه أولا اللي بغيتو، غير هو كنحاولوا نديروه مغلوق باش ملي كنزوقوه من الفوق كيعطينا واحد الذوكر زويون. صافي غندهن هاد لي غاليط ديالنا كاملين وغادي نزينهم بالفرشيطه من الفوق. كحلوه تقليديه. يمكن لكم بالنسبه للتزيين المهم ديروا اللي بغيتو داك الساعات. صافي غنستمروا بنفس الطريقه كيف ما قلت لكم حتى غنساليهم كاملين. غادي ندخلهم للفران غنديرهم في الوسط حتى كيتحمروا من التحت وكيشدوا راسهم. راه كيتزاد الحجم ديالهم على القياس اللي كتشوفوا، راه ما كيبقاوش نفس القياس. داكشي علاش شحال ما درتوهم صغارين يكون زعما كان احسن. صافي غادي ندخلهم كيف ما قلت الفران حتى يتحمروا، نشعلهم العافيه من الفوق حتى ياخذوا اللون اللي بغينا، وغادي نخرجوهم وغتشوفوا الشكل النهائي ديالهم من بعد ما غادي يطيبوا. كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير. بالنسبه للناس اللي باقي ما تابوناوش عندي مرحبا بهم يتابوناو عندي باش يشوفوا يتابعوني ويشجعوني انني نستمر وندير ديما الجديد. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وما نكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.